مرحبا بك في مطبخ تاني. طبعا بما انه وصلنا فصل الخريف وموسم النزلات والالتهابات التقيلة، وانا كان عندي نزلة على فكرة. انت قلت اقول يا بيت اعمل لك حاجة كده عشان تشفيكي. انا بسمي الشوربة دي شوربة شفاء. طبعا شوربة خرافي يا جماعة، ريحته وطعمه بيخليكي تتشفي بسرعة. يلا تعالوا نوريكم كيف بسووها. هنا بعد ما خلصت رشيت فيها الأوريجانو. مشيت السوق جبت لي نص كيلو صدور فراخ. شايفين الصدور الحلوين ده؟ والله نفسي كان اسويه بانيه، بس كنت اسوي مشوربة احسن. جبتهم قطعتهم مكعبات زي ما شايفين بالشكل ده. رشيت فيه معلقة كبيرة ملح وعصرة ليمونة. طبعا الحركة دي بتشيل الزفارة يا جماعة من الجلاد. الفراخ عامة لو رشيت فيها ملح وليمون وخليتيها فترة وبعد كده تغسليها بتشيل الزفارة. هنا بعد ما غسلتهم كان عندي بصلتين كبار أخضر. طبعا البصل الأخضر بينقط بسرعة في الشوربات، يعني أنا كنت أدري عليه حاجة يطلع بسرعة في نص ساعة. بس ياهو قطعت البصل وضفته في حلة فيها زيت، نزلت بالبصل. طبعا الزيت كان ساخن شديد يا جماعة، لون البصل حارق مني شوية، بس ما مشكلة، قلت ده حق الزول عيان. قمت نزلت هنا بصدور الفراخ، بقيت قاعدة أحمر أقلب تمام. طوال رشيت فيه الملح. طبعا الفرخة له أي نوع من اللحم أول ما تنزليه رشي فيه ملح عشان الملح يغش اللحمة يطلع لك طعم. هنا استخدمت الخضار المجمدة. طبعا ما كان عندي خلق إني أقطع أي خضار تاني، والله تعبان وقاعدة أطبخ. قمت كبيت الخضار، وهنا جبت المنكهات حقي كده، شطة واحد قطعته واحد خليته كده، واتنين مكعب ماجي ورغار وعود قرفة. هنا طبعا كبيت فيه موية وخليته يستوي بمزاج. هنا ضفت عليه معلقة كبيرة توم محروس، وهنا ضفت عليهم الحاجة اللي عاملة زي السكسوكانية دي. طبعا لو عملتوا الحاجة دي ما بتحتاجوا تاكلوا الشوربة بعيش ولا بأي شي. هنا خليته يستوي تمام، رشيت عليه الأوريجانو وشايفين وطيت النار على الآخر. طبعا مع الأوريجانو حاجة كده خرافة، شايفين الشكل ده؟ طبعا أنا كبيت كيسين من السكسوكانية دي، هنا جيت كبيتهم. يا جماعة ما بقدر أوصف لكم حلاوته قدر شنو. يا أخي أنا أكلت لما شفيت الليلة الحمد لله بقيت قادرة أتكلم. فرحة صوتي كان ما في. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا أشوفكم، تبقوا عافية.